شفنا في الحلقة اللي فاتت لما جنتا هرب هو واخته وراحوا قرية تاني، وفي طريقهم قابلوا الراجل اللي علمه وبقى حارس لتسوكي هيميا والشياطين اللي راحت لاخته وايقظوا القوة الشيطانية اللي عندها، واخته صدمت الجميع وقتلت حبيبته، وجنتا كان هيموت اخته لكن هي هربت منه بتضحية من الشيطانة وبتتوعد له بانها هتدمر كل حاجة. وبنعرف ان جنتا ساب القرية وبيروح علشان ينمي مهاراته ويكون اقوى، وهي دي العظمة اللي فاتت فما بالك باللي جاي. لكن عايزك كده يا صديقي تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وهيا بنا ندخل في سرد الحكاية. بتنتقل الأحداث للقرية دي وهناك بنتعرف على الراجل ده واسمه زينجي وبيشتغل في متجر سوكايا، وفي نفس اللحظة بيظهر راجل تاني والمفاجأة إن بطلنا جنتا جه معاه. الزعيم قرر يمشي وأمر زينجي إنه يشرح لجنتا تفاصيل المهمة، وفعلا بدأ يحكي لجنتا وقال له أنا في خدمتك، وبدأ يحكي له اللي سمعه من الزعيم جوزو. وبنعرف كمان إن الزعيم عنده بنت ولكن دي ما بتكونش بنته ولكن بيكون بيحبها كتير، ولأن هي مستهدفة من الشياطين علشان كده هم استدعوا بطلنا جنتا. لكن ده كل اللي يعرفه جنتا عن المهمة، وإن الشخص اللي جنتا هيحميه هي السيدة نوتسو، وهي بنت صغيرة عندها 13 سنة. من حوالي 3 أيام ظهر شيطان في الفناء اللي قدام أوضة السيدة ناتسو، والشيطان ده بيصوت دايما بنفس الكلام وبيقول أعيدوا لي ابنتي، يعني هو فاكر إن السيدة ناتسو كانت بنته وبيحاول ياخدها معاه. وفي الوقت ده سمع زينجي صراخ السيدة ناتسو وهي متعصبة، ولما شافت جنتا وعرفت إنه الشخص اللي هيحميها فبتقول له أنا مش محتاجاك خلاص، وبيكون تفكيرها إن جنتا مجرد وعد وبيدور على الفلوس. لكن زانجي قال لها لا، الراجل ده قوي ومتجاب علشان يحميكي. بس ناتسو اندهشت واختارت جنتا وقالت له انا مش عاوزه حد رحال يحرسني، مش هديك حتى ولو قطعه واحده، وامرت زانجي انه يتخلص من الراجل ده. وفي الليل كانت سيدة ناتسو في اوضتها خايفه من الشيطان، ساعتها جه زانجي يحرسها علشان هي كانت طردت جنتا، فقال لها انا معاكي اقدر اقابل الشيطان. وفعلا راحت ناتسو وفضل القلق عندها وهي فاكره ان زانجي مش صادق معاها عن ظهور الشياطين بالليل، لكن بعدين اتضح ان هو صح، وزينجي بيعتقد ان سيدة ناتسو بتتوهم بس وان الشياطين مش ممكن يظهروا، وكمان بتفكر ان والدها مش مصدقها لانه بعت لها رحال عشان يحرسها. فالسيدة ناتسو شايفة بطلنا جنتا مجرد واحد عادي، لكن زينجي بيقول لها ان الزعيم بيهتم بيكي ومش ممكن يفكر يسيب حماية بنته لحد عادي. وفجأة بتسمع صوت الشياطين وزينجي بيبقى مرعوب وبيسألها ايه اللي بيحصل، وساعتها الكل بيتفاجئ بان الشياطين ظهرت بجد في الفناء وهم بيكرروا عبارة اعيدوا لي ابنتي، وهو في حالة رعب من الشياطين وكان بيشير بايديه ناحية ناتسو ويعيد تكرار الكلام. زانجي في الوقت ده كان متجمد من الخوف. فكرك الدنيا تنتهي لحد كده يا صديقي؟ لا والله، بطلنا جنتا بيظهر وبيقطع له ايده وبيسأل الشيطان عن اسمه، لكن هو معرفش غير يكرر عبارة اعيدوا لي ابنتي. فكرك جنتا هيسمع له؟ بوم ضربة واحدة بيقسموا النصين قدام زانجي، واللي بيكون مصدوم من قوة جنتا واعتقد ان الشيطان ده تقريبا انتهى من الوجود. وفجأة خرجت السيدة ناتسو وهي كمان كانت مصدومة من قوة جنتا، وهو بيقول لها دلوقتي طيب هتدفعي لي كام؟ قبل كده كنت مفكراني اني ضعيف، لكن بعد ما سألت اذا الشيطان يموت قال لها عادة بيطلع منه دخان ابيض لما بيموت، لكن المرة دي ما شافوش دخان ابيض، وده معناه ان الشيطان لسه ما ماتش تماما ولسه يقدر يرجع في اي وقت. وفي اليوم اللي بعده قابل زانجي جنتا وشكروا على مساعدته ليهم، وطلب منه انه يحرس السيدة ناتسو الليلة دي لان الشيطان بيقول انه هيرجع تاني. وجنتا بيوافق لانه هو اصلا عايز يقتل الشيطان ده لانه قلقان من عبارة اعيدوا لي ابنتي اللي بيكررها الشيطان. علشان كده جنتا حب يعرف اكتر عن السيدة ناتسو، وزينجي قال له ان والد البنت الحقيقي كان واحد من اقارب الزعيم، لكن هم توفوا من زمان، وبسبب كده الزعيم بيعتبر الشياطين اعدائه لانهم خدوا منه عيلته. يعني حتى لو كان في احتمال بسيط ان السيدة ناتسو تكون
شيطانة مستحيل الزعيم يحتفظ بها عنده ويعاملها كبنته. بنروح للزعيم بقى وهو بيتعشى مع السيدة ناتسو، وهي كانت فرحانة لأنه بيهتم بيها واختار لها راجل قوي يحميها لأنه بيعتبرها كبنت ليه، وده بيخليها تحس بفرحة كبيرة. وبتسأله وبتقوله ليه اخترت جنتا بالتحديد، فرد عليها إنه سمع عن ظهور شياطين في منطقته، ومن بعد الحكاية دي انتشرت شائعات عن راجل يقدر يقتل الشياطين بالسيف بس، وهو نفسه بطلنا جنتا. علشان كده الزعيم جاب علشان يحمي بنته، والبنت كانت خايفة إن الزعيم مش بيعتبرها زي بنته، وبقت بتفكر دايما في المشاعر السلبية، وبسبب كده الشيطان ده بيظهر لها كل ليلة علشان يشد انتباهها وتعرف إذا كان بيحبها كبنت ولا لأ، وهي عايزة يعمل لها عيلة حقيقية، واللي ما يحبوش الكلام ده الشياطين. ولما جنتا حاول يتكلم معاها عن ابن الزعيم هي ما كانتش عايزة تسمع منه، وده اللي خلى الشياطين يظهروا ويهاجموا جنتا. وجنتا بيقول لها طالما انت مش راضية الشيطان ده مش هيروح ابدا، قليلين بس انك تقضي عليهم. وقتها البنت بتعترف بكل مشاعرها المدفونة لانها حست انها ضعيفة ومش قادرة تواجه الحقيقة، وكانت زمان مصدقة ان الحب الحقيقي مش موجود لما سمعت كلام الناس، فبتهاجمها الشيطانة وتعتبرها زي بنتها الحقيقية، وده كان علشان تحظى باهتمام والدها اكتر وينسى ان ابنه اللي هرب مع الشياطين. وبكده تكونت الفكرة السلبية اللي جواها، ولما ظهر الشيطان من جديد اتضح انه هو مجرد تجسيد لمشاعرها. ولما عرفت ناتسي ان الشيطان ده هو في الحقيقة مشاعرها حست بالندم وقالت ان المفروض اعدم نفسي. وقتها بيتدخل زنجي وبيقول لها حتى لو كان الشيطان ده جزء من قلبك هو مش كل حاجة، الزعيم بيحبك وبيعاملك كأهم فرد من العيلة، لكن انتوا مش عارفين تعبروا عن مشاعركم الحقيقية. وبالفعل كلام زنجي وصل لناتسو وفهمت انها مش الشيطان اللي كانت خايفة منه، فأمرت جنتا بقتل الشيطان. فكرك جنتا هيسيبه يا صديقي؟ لا والله، ضمت ضربة واحدة بيخلص عليه، والمرة دي بيطلع من الشيطان دخان أبيض، وده بيأكد إن الشيطان فعلا مات. بعدها رجعت ناتسو لأوضتها ولأول مرة عرفت تنام، بينما جنتا ما كانش مصدق إن الشيطان مات، علشان كده فضل يحرسها. وفعلا بعد شوية الشيطان رجع وبيتكون من جديد رغم إن السيدة ناتسو نفت إنه موجود. وساعتها فهم جنتا إن في ست تانية في البيت بقت شيطانة، فافتكر لما زنجي قال له إن زوجة الزعيم اتقتلت على يد الشياطين، وده بيدل إن السبب اللي خلى الشيطان يقرر عبور تعادل ابنتي كان بسبب عاطفة أخرى شديدة إلى جانبها هوس السيدة ناتسو. بعبارة أخرى ابنة هذا الشيطان هي الطفلة المولودة لزوجة السيد جوزو، وهنا كانت الصدمة فهي نفسها أخت سوزي، وده بيعني إنها كانت خليط ما بين البشر والشياطين. والشيطان اللي قدام جنتا دلوقتي هي أمه، بس جنتا أصلا مش فاكر شكل أمه ولا حتى اسمها، فسأل الشيطان عن اسمها علشان يعرف اسم أمه، لكن الشيطان معرفش غير يردد عبارة أعيده لابنتي. وبكده قرر جنتا إنه ينسى الماضي ويبدأ يعيش في الحاضر، لكن ما قداموش إلا خيار واحد، فبيقتل الشيطان وبيخلص روح أمه من العذاب اللي كانت فيه. وفي اليوم اللي بعده جنتا كان عايز يمشي من القرية لأن مهمته خلصت، وناتسو اللي كانت خجولة ومش قادرة حتى تشكره قالت له وداعا. فزنجي بيقول لها لو فضلت تكبتي في مشاعرك هتظهر شياطين تانية لينا. فعلى الرغم من إنها محرجة جنتا قال لها أنا من واجبي إن أشكرك، بفضلك بقيت أفهم حاجات كتير كنت بتجنبها من زمان، ولما كنت صغير كنت مصدق إن اللي قدام عيني هو الحقيقة، وافتكرت إن أبي هو الوحش، وما كانش عندي فكرة إن أخت سوزي اتولدت نتيجة لفعلة شيطان، علشان كده كان أبوها بيكرهها وبيعملها بأسوأ. ودلوقتي جنتا فهم الحكاية كلها وعرف إن أبوه هو الراجل الطيب الحقيقي، وهو نفسه بيكون السيد جوزو اللي استدعاه للمهمة. وقبل ما يمشي نصح ناتسو إنها تكرم والدها قبل فوات الأوان، وده كان وداع ليها. وفي اللحظة دي طلع السيد جوزو وزنجي سأله ليه ما خرجتش علشان تودع جنتا، بس جوزو رد بطريقة سطحية وما قالوش الحقيقة، لأنه هو كمان عارف إن ابنه اللي هرب مع الشيطان هو في الحقيقة جنتا. وزنجي فضل يسأل جوزو بخصوص ابنه، وهو رد عليه وبيقول له اعمل شغلك وسيبني من الأسئلة دي. وفي اللحظة دي نادت ناتسو على والدها وسألته لو في أي طلب منها، وبيكون مستغرب جامد من السؤال المفاجئ
المفاجئ ده، فقالت له انها سمعت ان الاحسان انك تكرم والدك قبل ما يفوت الاوان. وبصراحة الجملة دي شدتني قوي كده يا صديقي، لانها بتحس على بر الوالدين. لكن عايز اعرفك ان الشياطين والحاجات اللي بتتقال دي في الانمي ومعظم الانميات عامة، ده كله ما بيكونش ليه علاقة من الصحة، ولكن احنا ما بناخدش الا الحاجات اللي تفيدنا وبعيدا عن اي معتقدات، ونحن لا نعبد الا الله. ووالدها بيقول لها ان اعظم شرف انك تقدم لوالديكي كطفلة عاشت اكتر منهم، محسسنا ان العمر بايديها. ومن الكلام ده ناتسو فهمت ان والدها بيحبها بجد كأنها بنته، بينما جنتا كان خارج من القرية ترك وراه الماضي المر اللي عاشه، ودلوقتي هدفه انه ينقذ العالم من الشياطين. والحلقة بتكون خلصت لحد هنا، ولكن عايز اعرفك يا صديقي ان دي مش نهاية العظمة بتاعتنا، لسه الانمي مستمر في النزول ونحن مستمرون معه، ده اذا ما متناش يعني. وعايزك كده يا صديقي تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلام. سلام.